السلام عليكم. النهارده جاي اتكلم معاكم عن الفرامل الاي بي اس واشتغالاتها. ليها اشتغالات، تعالى اقول لكم عليها. اولا، ايه فكره الفرامل الاي بي اس؟ الفرامل الاي بي اس هي منع الانزلاق. بمعنى ايه؟ ان هي لما انت بتدوس فرامل بغشوميه او بعدم احترافيه، هي بتدوس فرامل معاك عادي. بس اول ما بتلاقي ان الاطار هيبدأ يلتصق في الارض، او بمعنى اصح اللي هو عارف لما بتدوس فرامل جامد فتلاقي مره واحده الكاوتش كلبش في الارض فانت اتقلبت. هي لما بتلاقي ان الكاوتش هيوصل للمرحله دي بتقوم سايبه فرامل وتقوم راجعه ماسكه فرامل تاني. كل ده بيحصل في اجزاء من الثانيه انت ما تقدرش تلاحظها. فهي دي ببساطه فكره الاي بي اس. فهل في بقى اشتغالات جوه الموضوع ده؟ في اولا عندك السنجل شانل، وده بيبقى على الفردة اللي قدام بس ومفيش حاجة على الفردة اللي ورا. فانت لو دوست فرامل بغشومية ممكن الفردة اللي ورا تتزحلق عادي جدا وتقع في المطر وتقع في الرملة، تحس ان في لاج شوية في البايك مش مظبوط معاك. وده بيبقى موجود اكتر في الموتوسيكلات الاقتصادية اللي بتنزل باي بي اس. فدي اول فئة. تاني فئة وعندك الدول شانل، ودي بتبقى على الفردة اللي قدام والفردة اللي ورا. فانت بتبقى اي بي فول اي بي اس ومفيش اي زحلقه هتحصل ان شاء الله، والدنيا معاك تمام وكويسه جدا. وده طبعا بيكون اغلى من الفئه الاولى اللي هي السنجل شانل. فكده احنا دخلنا في تاني مرحله وهي الدول شانل. طب ايه ده؟ في حاجات تاني؟ في حاجات تاني. عندنا بقى الكورنرنج اي بي اس. ايوه، ما انت الاي بي اس وانت ماشي على طريق طويل غير الاي بي اس وانت بتاخد ملف. فده كورنرنج اي بي اس بيبدا يحسب ميل الموتوسيكل، يشوف الموتوسيكل مايل بنسبه قد ايه ويبدا يحسب حساباته بقى في الاي سي يو بتاعه ويبدا يفرمل. ده بيبقى موجود بقى في البايكات الكبيره جدا اللي هي الحاجات بقى بالملايين وكده. فانت تيجي تبص في الموضوع من بره، انت مثلا كواحد بيعمل محتوى او كواحد بينصح الناس يشتروا حاجه او يجيبوا حاجه او كده. فانت المفروض تبدا تقول لهم والله ده الموتوسيكل ده بينزل باي بي اس سنجل شانل، والله الموتوسيكل ده بينزل باي بي اس دول شانل مثلا، والله الموتوسيكل ده بينزل مثلا بخاصية اللين سنسيتيفيتي اللي هو بيحسب بقى الكورنرنج بتاعه ويبدأ يحسب اللين ويبدأ يفرمل. فانت لازم في النقطة دي تكون مركز، هو الموتوسيكل ده انهي نوع اي بي اس. طيب دلوقتي احنا اتكلمنا عن الاي بي اس واشتغالاته، تعالوا نتكلم شويه في الاي بي اس بقى نفسه كمجمل. يعني انا واحد من الناس ما استريحتش قوي في الاي بي اس لما كنت ماشي بالبايك وكده. جربت كذا بايك فيها اي بي اس، حسيت ان هو بيعمل حاجات انا مش عايزه يعملها، او انا مش عايز افرمل الفرمله دي، انا مش عايز اعمل ده. فاظن ان هو مفيد للناس المبتدئه لان هو بيساعدهم في مرحله البانيك بريك. لو هو مثلا ماشي ومره واحده لقى بقعه زيت فداس فرامل مره واحده، او لقى بقعه ميه فداس فرامل مره واحده، لا عربيه خارجه فداس فرامل مره واحده. فده بيساعد في النقطه دي. تاني نقطه وهي مهمه جدا برضو، ان اي حد بيجيب موتوسيكل جديد بيبدا يجرب الفرامل فبيكتشف ان الفرامل اللي قدام اقوى من الفرامل اللي ورا which is true. بس المشكله الكبرى ان انا عندي تخوف دايما من الفرامل اللي قدام في حوار الزحلقه، ان هي ممكن تتزحلق. هتقولي طب ما الفرده اللي ورا برضو ممكن تتزحلق. هقول لك الفرده اللي ورا لو اتزحلقت ممكن تلم البايك عادي جدا كانك عملت دريفت ولميتها وكده. الفرده اللي قدام لو اتزحلقت مفيش اي حاجه ممكن تقدر تعملها غير ان انت تقع. ف... فانا عندي تخوف في الموضوع ده. فاظن الاي بي اس كويس فيه حتى في الحاجات السنجل شانل او الحاجات اللي هي بتديك اقل جوده من الاي بي اس في الموتوسيكلات. اظن حتى ان هي تكون مفيده في حالات زي دي، مش شرط انت تاخد ال100% بتاعتها يعني. طيب نوع تاني من الفرامل وهي ناس برضو بتسالني عليه، انا قلت يعني الحمه في الاي بي اس كده، اللي هو السي بي اس. السي بي اس ببساطه ان هو بيبقى كومبايند بريكنج سيستم. الناس الجديده او اللي لسه بتسوق موتوسيكلات ما بيبقاش عندهم السنسيتيفيتي بتاعت ان هو والله انا هشعر فرامل قدام مع فرامل ورا، او هدوس فرامل ورا وامسك فرامل قدام جامد. ما بيبقاش عندهم السنس ده. فالكومبايند بريكنج سيستم ببساطه ان انا لما بدوس فرامل ورا بيبدا يدوس معايا جزء من الفرامل قدام بدون ما انا احس. فبيبدا يكبش البايك كويس او يفرمل كويس بدون ما انا اتدخل بشكل مباشر. نظام بسيط، مش معقد، صيانته سهله، لذيذ جدا. جربته في كذا سكوتر كان فيه السي بي اس وكان لذيذ بطريقه حلوه جدا. يعني اللي هو كنت حاسس ان انا بدوس فرامل قدام كاني بدوس فرامل ورا بنسبه يعني كبيره. انا اصلا ما بستخدمش فرامل قدام كتير. بس ده ببساطه الكومبايند بريكنج سيستم. بصراحه نصيحتي لو هشتري موتوسيكل فيه اي بي اس يكون من ماركه محترمه، لان هو الاي بي اس مش اي حد، لان هو في تدخل من يونت معينه، واليونت دي هي اللي بتبدا تعمل كالكوليشنز وتبدا تاخد القرايات وتبدا
تدخلها للاي سي يو بتاع الموتوسيكل. فانا بصراحه لو هشتري موتوسيكل فيه اي بي اس فيكون من ماركه محترمه ياباني مثلا، او ماركه جامده جدا فيها اي بي اس، عشان بس ايه، منع الحوارات. انا ما مش بتكلم ان دلوقتي لما قلت ياباني ان انا بتكلم على زونز، لا، زونز برضه شركه محترمه. انا بتكلم في فكره ان انا لو هشتري موتوسيكل في اي بي اس مش هروح اشتري موتوسيكل لماركه حرنكش لسه نازل السوق ب 20000 جنيه وفي اي بي اس، ماشي. انا هروح اشتري موتوسيكل من شركه محترمه. لو اروح اشتري موتوسيكل اللي هو حرنكش اللي لسه نازل السوق ده جامد جدا ومفاجاه وكده، هروح اجيبه ما فيهوش اي بي اس، هجيبه موتوسيكل عادي، ممكن اجيبه سي بي اس عادي جدا مفيش اي مشكله. لان هو انت مع التكنولوجيا بيبقى فيه جانب تاني سوداوي، يعني زي مثلا اللي هو ايه، الموتوسيكلات مثلا اللي مش عارف الاسكوترات الكهرباء لما نزلت في جانب سوداوي بقى، اللي هو البطاريات ادائها ضعيف ومش عارف ايه، فانت في هنا وهنا. فاللي هو لو جبت واحد من اللي جاب سكوتر كهرباء اول ما نزل ومش لاقي بطاريه والموتوسيكل حالته صعبه معاه وبيعاني، هيقول لك يا ريتني كنت اشتريت بنزين يا عم، حتى اغلى وصيانته مقرفه بس شغال. فهي نفس الفكره، انا اجيب حاجه تريحني، لان انا مش هجيب واعدل واشيل اي بي اس واروح اجيب اي سي يونت. هو اصلا الاي بي اس كنظام مكلف في ان انت يعني تركب اي بي اس على بايك او كده. فبس كده يعني، ده ببساطه فكره الاي بي اس واشتغالاتها وتفاصيلها والسي بي اس. واتمنى ان هي تكون حلقه لذيذه وعجبتكم، وقولوا لي تحبوا نتكلم في ايه الاسبوع الجاي. سلام.